احتضنت مساء الأمس كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة جيلان اليابس بسيدي بلعباس فعاليات حفل تخرج الطلبة واختتام الموسم الأكاديمي في أجواء مفعمة بالبهجة والفخر، وتتويجا لعام من العطاء العلمي والإبداع. ومؤخرا قد مر بفترة صعبة والتي فيها قد توفي ابن أخيه، وقد كان ذلك جد مؤلما له، ويعلم أنني أعزه ولديه قيمة كبيرة، فأردت أن تترحموا على ابن أخيه. كما أشرف على الحفل البروفيسور بوزيان مراحي مدير الجامعة، وأيضا بروفيسور فاسميرة عميدة الكلية، بحضور نواب المدير وعمداء الكليات والأساتذة وطلبة خريجي رفقة أوليائهم. وأيضا كما تضمن الحفل تكريم الطلبة الأوائل والمتميزين في مختلف الدفعات في خطوة تؤكد حرص الجامعة على تشجيع التفوق وتقدير المجهودات. اختتمت فعالية الحفل برسائل فخر واعتزاز، تأكيدا على التزام جامعة جيلان اليابس بدعم الكفاءات الشابة والاحتفاء بها كرافد أساسي لبناء مجتمع المعرفة والتنمية.